4 الفجر بتوقيت جرينتش، 7 صباحا بتوقيت مصر. السوق فتح عند 3,355 دولار للأونصة، وده نفس سعر الإغلاق بتاع يوم الجمعة، وفتحنا بدون أي فجوات سعرية. وطالما مفيش فجوة سعرية يعني سعر الإغلاق هو سعر الافتتاح، معنى كده إن مفيش كوارث حصلت في الويك إند. وده اللي حصل فعليا، إن الأمور كانت هادية، وواضح ان في تسويه. الامور ما اشتعلتش ما بين امريكا وحلفائها التجاريين اليومين اللي فاتوا. دي رقم واحد. رقم اتنين، وصلنا لغايه 3,378، ودي كانت اعلى نقطه وصلنا لها في الاربع خمس ساعات اللي فاتوا، ونزلنا من عندها لنفس نقطه الافتتاح عند 3,355. عندنا منطقه مقاومه رئيسيه من 3,350 ل 3,360. السعر قفل عندها يوم الجمعه، وحصل اختراق كاذب يوم الجمعة عند 3,368 وقفل تحت ال 3,360. النهارده نفس الكلام، وصلنا إلى 3,378، وده كان برضه حتى الآن اختراق كاذب، وشغالين دلوقتي عند 3,355. هحدث على مدار اليوم أي جديد فيما يخص التحليل الأساسي أو التحليل الفني.